السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع حلقة النهاردة صب. الجهاز فيه مشكلة في الصوت، هنوصل كده نشوف المشكلة مع بعض. الصب نور اهو يا شباب. أنا حاطط هنا فيه فلاشة، قاطع الصوت خالص أهو. وأوقات بيجيب صوت فيه تقطيعة كده، وأوقات العميل بيقول بخبط على الصب بيشتغل. هنفك كده إن شاء الله، نشوف مشكلة الجهاز إيه كده مع بعض. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فكيت بوردة الصب. هنجيب كده الافو بتاعنا، وطبعا قبل اي شيء احنا بنبص على البوردة كده، بنشوف في اي مكون فيه حرق، زي المقاومات ديت، مكثفات زي ديت، في حاجة فيها انتفاخ، في مكثف فيه تسريب من تحت. بيبقى وقت المكثفات بيبقى فيها تسريب من تحت، المكثف يبقى باين من فوق قدامك ان هو سليم، وهو بيبقى فيه تسريب. المادة الكيميائية اللي فيه بتبقى مسربة من تحت، بتبقى عاملة مشكلة. طبعا انت بتبص على البوردة كلها، بتشوف اي حاجة فيها مشكلة. لقيت الدنيا تمام، طبعا بتوصل كابل الباور وبتاخد قياساتك. طالما شايف البوردة قدامك سليم، ما فيهاش اي مشكلة ولا فيها شغل قبل كده يعني. طبعا دي كان في حد اشتغل فيها قبل كده، مركب المقاومة من تحت مش مركبها من فوق. المفروض مكانها بيبقى فوق هنا كده اهي، مكانها فاضي اهو، فمركبها من تحت. هي عادي هتقوم بنفس الغرض برضو، بس لما تيجي تركب الوش بتاع الصب هنا، ممكن دي تخبط هنا في كفر الخشب، ممكن تتكسر او تفك من مكانها، تعمل مشكله. الافضل يعني اللي هي تركب من تحت. هنوصل باور كده ان شاء الله وناخد قياسات مع بعض. جهاز لمبه البيان نورت يا شباب. شغل الافو بتاعنا على وضع الدي سي. طبعا قبل اي حاجه احنا بنطمن على الفولت بتاع الجهاز. بيتقاس طبعا على الخارج بتاع الديود، التوحيد او البريدج او القنطره، اي كان المسمى بتاعها يعني. طبعا انتوا عارفين ان البريدج بيبقى ليه قطبين، موجب وسالب. المفروض نقيس كده. 45 فولت، بس كده هو قايس بالسالب. كده 45 فولت اهو. يبقى الطرف الموجب اللي فوق، الطرف السالب اللي تحت، والطرف السالب ده بيبقى الدليل بتاعنا. عشان في ناس تقول لك البوردة هنا بيبقى فيها جهد موجب وجهد سالب. طب احنا عايزين السالب العمومي، بيبقى هو السالب بتاع البريدج هنا. تمام. بعد كده طبعا بنقيس الترانزستورات المسؤولة عن تكبير إشارة الصوت. البوردة هنا بيبقى فيها بننتز الترانزستور، طبعا في واحد بيبقى موجب واحد سالب. نقيس على أول ترانزستور هنا كده. تمام. نقيس على الرجل التانية هنا. تمام. تالت رجل. تمام. نقيس على الترانزستور السالب. بص هو كده مش هيقيس معانا يا شباب غير الطرف اللي في النص بس، عشان طبعا ده سالب. طب احنا نتأكد من القياس عليه ازاي؟ هننقل القطب السالب اللي احنا كنا حاطينه على القطب السالب هنا في البريدج، هنحطه طبعا هنا على النقطة اللي هي الموجب بتاعته، عشان طبعا الترانزستور هنا بيقيس بالسالب مش بالموجب. تمام. تمام. تمام كده الفولتية تمام.
وطبعا ليد الباور هنا طالما منور يبقى وصل لنا ال 5 فولت كارتة اشارة الصوت اللي هي فيها طبعا اليو اس بي ويبقى فيها البلوتوث فوق هنا. طالما كده الفولتيات معاك تمام مفيهاش اي مشكله. وبرده مش شرط ان انت تقيس الفولت تلاقيه تمام، برده تجس بايدك كده على الترانزستورات تشوف في حاجه فيها سخونيه عاليه. مقاومات الترانزستورات اللي هي الصغيره اللي هو زي ال 351 وال 9014 اللي هم الصغيرين دول، مش عارف باينين في الكاميرا ولا لا اهو. هو كده ظاهر ان الوضع قدامي تمام. طب ليه الصوت مش طالع معانا؟ المرحله اللي بعد كده هنفصل باور. نخلع الثلاث بكرات دول. خلينا الوش هو كده يا شباب. طبعا اول بكر الفوليوم هنا دي بتاعت الصوت، دي بتبقى فوليوم 6 طرف، هو بيبقى اسمه بتشوميتر بس احنا بنقول عليه فوليوم 6 طرف يعني. بيبقى قيمته 50 كيلو، قيمته مكتوب عليه فوق هنا ايه. البكرة التانية بتبقى بتاعت البيز ودي بتاعت التريبل التنغيم بتاع الصوت. فاحنا قبل اي حاجة هنغير البتشوميتر المسؤول عن الفوليوم الاول ونجرب، وان شاء الله يكون خير كده نغيره مع بعض. نفك الفوليوم كده مع بعض. طبعا ده الواير اللي هو بتاع الارضي بيبقى ملحوم في الجسم الارضي هنا، وفي الهاوسنج بتاع البوتشوميتر من بره. هندعي عليه بس الحامات كده عشان يوصل الفك بتاعه. نمشي الكاوية كده بالراحة للأطراف بتاعته لحد ما يطلع اهو. ننضف مكانه كده. هنجيب الفوليوم الجديد بتاعنا 50 كيلو برضه اهو.
كده احنا ركبنا الفوليوم اهو يا شباب. هنجرب كده ان شاء الله قبل ما نقفل. Line in. الحمد لله الصوت طلع اهو يا شباب. جرب برضو فلاشة كده. Music. كده انا بوطي. تمام. زي ما انتم شفتوا كده بنتتبع الطريقه ازاي مع بعض. الاول بنقيس الفولتيات زي ما انتم شفتوا، ونبص على البوردة نشوف في اي حاجه فيها مشكله ظاهره قدامنا. لقينا الدنيا تمام والفولتيات ما فيهاش مشكله. نفك الفوليوم بتاعنا عشان ده اصلا بيبقى جواه زي مقاومه متغيره بتتحكم في علو وطو الصوت. قيمة المقاومة بتتغير سواء بالزيادة أو بالنقص، بتقلل أو بتزود إشارة الصوت، هي اللي بتتحكم في إن الصوت يعلى أو يوطى لما احنا بنتحكم فيها يعني. فطبعا دي بيحصل فيها مشاكل كتير نتيجة طبعا التشغيل والاستخدام بتاعها. كتير بيحصل فيها زي بوش من جوه بيعمل فيها مشكلة تقطع الصوت زي ما انتوا شفتوا كده مع بعض. وقت بتيجي المشكلة تيجي تعلي او توطي تلاقي الصوت بيقطع او الصوت بيروح وبيجي. فطبعا قبل اي شيء بعد ما تطمن طبعا على فولتياتك بتروح تغير البوتشموتر بتاعك عشان تتاكد طبعا اذا كان المشكله منه ولا لا. لازم يتغير الاول. لقينا طبعا نفس المشكله بعد تغييره، هنتجه طبعا لحاجات تاني. هروح للمقاومات بتاعت اشارات الصوت، بس هي جت هنا في فوليوم. هقفل انا بقى ان شاء الله الجهاز واربط المسامير بتاعته. انا بس حبيت اوريكم الطريقه. يا رب نكون استفدنا من الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.